تخيل انك عايش في زمن السفاحين، مجرمين بيتحركوا في الظلام، مفيش كاميرات ومفيش تكنولوجيا تساعد البوليس. مجرد لعبة ذكاء بين مجرم وعالم كامل يحاول يوقعه. وسط كل ده كان في سفاح واحد مختلف، مش مجرد مجرم عادي، ده كان كابوس للامن المصري. الراجل ده كان بيقتل وبيهرب وبيختفي وسط الناس كأنه شبح، وفي كل مره البوليس كان بيقرب منه ما كانوش بيعرفوا يوصلوا، كان بيسيب جثه ورا جثه كأنه بيتحداهم. وانا هنا بتكلم عن محمود امين سليمان، السفاح اللي حير الشرطه واللي قصته لحد النهارده لسه غامضه. لكن في حاجات محدش قالها قبل كده، حاجات لو انت عرفتها ممكن تشوفه من منظور مختلف تماما. اللي معروف عن محمود سليمان ان هو كان راجل عادي عايش حياته زي اي حد طبيعي، لحد لما جت اللحظه اللي كل حاجة كسرت جوه. اتقال عنه ان هو فقد السيطره لما مراته سابته وهربت مع راجل تاني، لكن الحقيقه كانت اعمق من كده بكتير. الراجل ده كان مجرم من قبلها، كان عنده عقلية محترف، واحد عارف ازاي يخطط لجريمته من غير ما يسيب دليل واحد وراه. الجريمه بالنسبه ليه ما كانتش مجرد انتقام، دي كانت فن، لعبه وتحدي مع البوليس، وده اللي خلى القبض عليه بقى شبه مستحيل. لما بدات اول جرائم القتل البوليس افتكر ان هي مجرد جريمه زي باقي الجرايم ومجرم زي اي مجرم، لكن مع الوقت اكتشفوا ان هم بيطاردوا حد اذكى منهم بكتير. كان بيغير شكله، مره يلبس لبس عمال ومره يسوق تاكسي ومره يشتغل بياع في الاسواق، محدش كان عارف يميزه. غير كده استخدم انفاق مهجوره في القاهره للهروب واماكن محدش يفكر يدخلها. وفي مره اتزنق في حي شعب والشرطه كانت وراه، وكانوا فاكرين وقتها ان هو خلاص انتهى، ولكنه ركب اتوبيس نقل عام وسط الزحمه وخرج من المنطقه بمنتهى الهدوء. ولكن السؤال هنا، ازاي شخص ذكي بالشكل ده وقع في الاخر؟ سنه 1960 البوليس اخيرا اعلن ان هو خلص على السفاح بعد مواجهه عنيفه كانت كلها ضرب نار. لكن الغريب في الموضوع ان في ناس بتقول ان محمود مات من قبل ما يتقبض عليه بمده، وان الشخص اللي مات في الاشتباك اللي بينه وبين البوليس ما كانش هو. والوقت ده طلع اسئله كتيره من الناس، ليه ما فيش صوره واضحه لجثته؟ وليه بعض ضباط الشرطه قالوا ان هو كان بيتعاون مع جهات معينه وخلصوا عليه بعد ما خلص دوره؟ ليه بعد موته بمده حصلت جرائم بنفس الاسلوب ولكنها اتسجلت ضد مجهول؟ ليه اوراق قضيه قديمه اتقال فيهم ان محمود امين سليمان كان عنده علاقات بمهربين وتجار سلاح كبار، كان بيستخدم مهاراته في التخفي مش بس في القتل، لكن كمان في عمليات تانية محدش يعرف عنها حاجه. وهنا يجي السؤال المهم، هل محمود سليمان كان مجرد اداه، يعني شخص تم استغلاله وبعد كده اتخلصوا منه، ولا كان عبقري اجرامي سابق زمنه وانه كان ممكن يهرب ويبدا حياه جديده في عالم تاني؟ السؤال ده عمره ما يكون ليه اجابه واضحه، ولكنه هيفضل من اغرب واخطر السفاحين اللي مروا على تاريخ مصر. بعد كل ده محمود امين سليمان كان مجرم، ولا كان مجرد قاتل بيدور على الانتقام، ولا الموضوع كان اكبر من كده بكتير؟ شاركني رايك في الكومنت وما تنساش تعمل فولو تقدر تشوف الفيديو الجاي. لو انت على اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناه.